بملعب أحمد بن علي المونديالي وبحضور مميز، الجماهير نكهة الملاعب التي تزينت بألوان منتخبي تونس وسوريا. جرت أولى مباريات بطولة كأس العرب. نسور قرطاج سيطروا على أحداث الشوط الأول بهجمات تنوعت بغية تحقيق الهدف الأول مبكرا وقطع باب المفاجآت وتجاوز ما حدث قبل 4 سنوات. في الدقيقة 34 فرصة تونسية وتسديدة قوية من إسماعيل الغربي وياسين مرياح يلعب دور المدافع. توالت المحاولات والنتيجة واحدة. وإذا كانت الفرص تونسية فإن الفاعلية كانت سورية. مع بداية الشوط الثاني كرة ثابتة تقدم لها من يحسن وضعها في الشباك، عمر خريبين يضع نصور قاسيون في المقدمة. الله نصور القاسيون فعل خريبين. بعدها استمر المنتخب التونسي في شن الهجمات المتتالية، الأولى في الدقيقة 63 بتسديدة من محمد علي بن رمضان، وأخرى يتعمق الحارس السوري شاهر شاكر في صدها. شاهر استأسد واستحق لقب رجل المباراة بإبعاد تسديدة إسماعيل الغربي في آخر الأنفاس. روعة يا شاهر، روعة والله، مرشح يكون رجل المباراة. نقاط ثمينة في مستهل البطولة ليفتح الطريق أمام نسور قاسيون للتحليق صوب الدور الثاني. أما تونس ستسعى للتعويض في مواجهة فلسطين في المباراة الثانية.